ده الفيديو التاني اللي هتكلم فيه عن تلميع التافهين والتشهير بالتافهين ان هم لازم يلمعوا ولازم يطلعوا. اللي شاف الفيديو اللي فات المتعلق بالكتابين اللي قلتهم بروتوكولات حكماء صهيون واحجار على رقعة الشطرنج، هيقول ان انا كنت هتكلم في الفيديو ده عن ليه تلميع التافهين ولازم يصور لك يطلع الراجل التافه اللي ملوش لازمه. وظاهره تلاقيها ملاحظها دلوقتي حتى الفنانين، انت متخيل الممثلين والممثلات بدأوا يطلعوا يعملوا على التيك توك، بدأوا يطلعوا يعملوا شو ويعملوا مقاطع قصيره كلها تفاهه، وواحد بيغني وواحد حافظ سكريبت جاي يردده، وفي واحده طالعه كده بتقلد لي واحد اسمه مؤمن الحناوي، كله هبل، كله تفاهه، كله اي حاجه في اي حاجه. ده سبب يا اخوانا من ضمن الاسباب. اوعى تفكر ان الناس ما بقتش عايزه تسمع المحتوى المفيد بسبب انه وحش، لا، الناس مش عايزه تسمعه بسبب كتر المحتوى التافه اللي ملوش لازمه. لما بيكون في محتوى مفيد ولا حاجه هتنفع الناس، سواء فيزياء كيمياء احياء سواء مش عارف ايه، الناس ما بقتش عايزه تسمعها، بيحولوا على المحتوى السريع اللي عايز يضحكه، اللي عايز يخرجه من المود اللي هو فيه. عايز تصدق كلامي؟ شوف مين اللي بيكرم، شوف مين الفنان اللي مش عارف بيطلع يتنطط وبيطلع يرقص وبيطلع يعمل الكلام ده، هو ده اللي بيتلمع. الرقاصه اللي طالعه عماله لا مؤاخذه تهز ايه وايه ومش عارف ايه، هي اللي بتلمع، وهي اللي معاها فلوس ومعاها سيارات. وبص ده راكب لامبورجيني، وده راكب لافراري، وده راكب مش عارف رينج روفر، ومش عارف راكب لاند كروز. لكن المعلمين قلت لك قبل كده والمدرسين، لا، دول ما لهمش لازم. انا عايزك تقول لي كده في اخر 100 سنه، اخر 10 سنين، مين دكتور اتكرم؟ مين صيدلي؟ مين مهندس؟ مين معلم؟ مين بتاع رعايه صحيه؟ مفيش. لكن مين اللي بيكرم؟ اللي بيعمل لي كده وطالع لي مش عارف واقف مع سيده مين الاولى. ما هو لازم ده يتكرم، لان مفيش حاجه يطلع يصور لك سيارات وصرح السيارات وانتوا اللي عملتوا بتقدم ايه. لكن تعالى كده، قرأت انت عن الدكتورة سميرة موسى؟ ده بيدرسوها، ده انا فاكرها كنا بندرسها في 5 ولا 6 ابتدائي. اغتالوها. اي حد بينفع الناس بيموت، ملوش لازمة. دكتورة سميرة موسى الله يرحمها كانت في الفيزياء، قتلوها. اقرأوا عن الدكتور مصطفى مشرفة يا اخوانا، كان في الفيزياء واتقتل. شوفوا دلوقتي علماء دولة جنبنا متخصصين في الفيزياء عمالين يقتلوهم ويغتالوهم علشان خاطر بيعملوا ايه؟ السلاح الايه. لكن دول يتكرموا؟ لا، ما حدش يعرف عنهم. دول بيتقتلوا، دول بيغتالوا، دول ما حدش يعرف عنهم حاجه. عشان كده لما طلع من يومين 3 جهاز الاستخبارات المصري بتاعنا، كانوا مغطين وش ناس معينه، خايفين عليهم، خايفين عليهم. لان الشرطه بتاعتنا يا اخوانا والدوله بتاعتنا والاستخبارات بتاعتنا على اعلى مستوى ولله الحمد. اللي عايز اوصله لك ان ده من ضمن البروتوكولات اللي موجوده في الكتاب بتاعهم، من ضمن الحاجات اللي موجوده، الاحجار اللي بتتحرك، تحريك التافهين للسيطره على عقول الناس وعلى المحتوى بتاع الناس. التيك توك واليوتيوب والانستجرام، والممثله الفلانه اللي طالعه بتستعرض جسمها في الجيم، واللي طالعه مش عارف بتتكلم ايه، والناس قاعده وعمالين نسقف. ولاعب الكوره اللي خد رقم 1 وخد الرجل الذهبيه، ايوه، قدم ايه للمجتمع؟ لاعب الكوره قدم ايه عايز افهم بس، يعني فاد المجتمع في ايه؟ المجتمع اتقدم خطوه في ايه؟ اقتصاديا ولا سياسيا ولا بتاع؟ ما تقدمش في حاجه. ده بالعكس، انت لما تيجي تركز على ال5 وظائف اللي هو الدكتور والصيدلي والمهندس والمعلم والرعايه الصحيه، ال5 دول هم دول اللي الدوله قايمه عليهم يا اخوانا، قايمه على كتافنا، قايمه على كتافنا. في حد فينا بيكرم ولا حد؟ لا، مش موجود، للاسف مش موجود. لا، ده لازم الناس دي تندثر، ولازم الناس دي تنسى الهويه بتاعتها، ولازم محدش يبقى عارفهم. لكن مين اللي يطلع نمبر 1؟ يطلع لك مش عارف مين اللي عمال يهز وعمال يرقص، تطلع لك اللي مش عارف بتكشف ايه، تطلع لك مش عارف اللي بتهز ايه. هو ده اللي لازم يقرر. ليه؟ علشان يجي العيال في المدارس لما بيشوفوا الكلام ده كله، خلاص بقى يجي يقول لك اهو، طب يا بابا ما معوش شهاده، لا انا عايز ابقى تافه ومعايا فلوس على ان انا ابقى مثقف ومعلم ومعيش فلوس، ايه لازمتها؟ لا، انا عايز اركب سياره، انا عايز استمتع، انا دي الست دي انا بحبها ونفسي اتجوزها وعايز مش عارف ايه، نفسي اسافر. ما هو خلاص ما بقاش معاه شهاده، معوش شهاده. واغلب العيال عايزه تطلع لعيبه كوره، واغلب العيال عايزين يمثلوا، ليه؟ لانه شافوا ان هو ده اللي بيجيب فلوس. خلاص مش عايزين نتعلم، احنا عايزين اهم حاجه دلوقتي ان احنا ايه؟ ان احنا نجيب فلوس بطريقه حلال حرام، بتفاهه، برقص، بمسخره، بقله ادب، اي حاجه. وصدق عليه الصلاه والسلام عندما قال: لا ياتين على الناس زمان لا يبالي الرجل امن حلال اكل ام من حرام جمع.
مش فارقه، بيجي عايز وخلاص، بيكب بيعب وخلاص. عرفت يا اخوانا ليه التافهين دلوقتي؟ عشان الاجيال اللي طالعه دلوقتي خلاص. شوف ابنك، شوف انت طموحاتك وطموحات ابنك، وشوف انت دلوقتي بنتك وحفيدتك او اختك او اخوك الصغير بيفكر عايز ايه؟ عايز فلوس. طب منين؟ عايز امثل، عايز العب كوره، عايز اغني، عايز اتنطط، اعمل اي طب اتعلم. مفيش تعليم، مفيش تعليم. عشان من ضمن البروتوكولات بتاعتهم تلميع الناس دي. بقول لك يا راجل، الفنانين والممثلين، الفنانين والممثلين نفسهم بدأوا يطلعوا يعملوا مقاطع تافهة ساذجة ملهاش أي قيمة ولا قيمة. طب وأنت محتاج فلوس؟ أنت محتاج شهرة؟ مش قادر يقعد، جسمه بياكل والشهرة بتاكل في جسمه. سبحان الله. يعني بنبهك عشان انا مدرس ومعلم يا اخوانا، ولازم في تعليم الامارات هنا لازم تربط الطلبه بالواقع، تفهمه. لان الطلبه هنا برضو بيكلمونا في الموضوع ده، الطلبه بيكلمونا في النقطه دي، يقول لك يا معلم انا نفسي كذا. ما بتلاقيش عيل منهم يقول لك نفسي ابقى دكتور ولا صيدلي ولا مهندس ولا يقول لك عايز ابقى لاعب كوره، عايز ابقى مش عارف اغني، عايز ارقص، عايز امثل. يا اخوانا الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق الا الضلال. والله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ربنا ما جاوبلكش قال لك اهل العلم افضل، لا ما قالش، قال لك ان سأل السؤال ورد باجابه غير صريحه. قال انما يتذكر اولو الالباب، يعني انت لو صاحب عقل هتفهم من غير اي شك ان اهل العلم افضل من غير اهل الجهل. فبلغ الرساله دي لزميلك، صديقك، بلغيها لزميلتك، بلغيها لاي حد، ان الزمن تلميع التافهين والتلميع الناس دي ده من ضمن البروتوكولات، والواقع خير شاهد على اللي احنا بنشوفه يا اخوان. انا اسف ان طولت في الفيديو ده، بس يعني الواحد بينزف دم والله العظيم على اللي بيشوفه. الناس بقت كل اهداف عايزه فلوس 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 فلوس، اهم فلوس وخلاص. ولا نقول الا ما يرضي ربنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.